عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب دايما تبقوا بخير ومبسوطين. تعالوا بقى شوفوا الميزانية بتاعت شهر يناير 2025. يا رب يجعلها سنة هنا وسنة سعادة علينا كلنا، ويا رب سنة تعدي علينا بدون أوجاع، لأن بجد 24 دي عدت علينا يعني سنة. هي والله كل أيام ربنا حلوة، هي بتبقى ابتلاءات من عند ربنا، والله السنين ملهاش دعوة، بس في سنة بتيجي كده بتبقى رخمة حبتين، بس الحمد لله وقدر الله ما شاء فعل. ويا رب 2025 تبقى هنا وسعادة. وتعالوا شوفوا مشترياتي الجديدة، أنا أول مرة اشتريها فهجربها الشهر ده معاكم، واقدر اقول لكم المنتجات دي بتبقى كويسة ولا لأ. وايه بقى، تعالوا. انتوا طبعا عارفين ان انا بنزل ب1500، بجيب بيها ايه؟ لحوم، بجيب بيها اسماك، وبجيب بيها فراخ. الشهر ده مختلف شوية، يعني حسيت ان انا ماشيه بروتين يعني، فقلت لا يعني اجدد شويه، وفي نفس الوقت ايه، اجرب المنتجات دي. ناس كتير على فكره بتجيبها، ده محل فاتح عندنا وحاجته نظيفه والله، وانا ببقى شايفه قدام عينيا، بس ما كنتش جربتها، فانا جربتها الشهر ده عشان اشوف يعني الطعم فعلا بيبقى كويس ولا ايه. ويعني شهر كده وشهر كده، فهنشوف ميزانيتنا الشهر ده احنا جبنا حاجات بقد ايه، وجبنا حاجات كمية قد ايه. وبرضو ده ما يمنعش ان احنا نجيب اللحمة البلدي بتاعتنا. دي لحمة بلدي يا جماعة من عند الجزار، بلدي بلدي. تمام، ده اللي انا الجزار اللي انا بتعامل معاه، ولحمته بتبقى جميلة جميلة جميلة. الشهر ده بصراحة لا قطعها لي قطعية كلها حمرا، انا قلت له حمرا بصوا يعني تلاقي فيها ايه، حاجات قليلة جدا اللي هي ايه فيها الحتة دي، بس باقي اللحمة كلها والله يا جماعة يعني بصوا نسبة خفيفة قوي، بس باقي القطعة كلها لحمتها حمرا. وطبعا معروف عند اي جزار، وانتوا طبعا بتشتروا اللحمة وعارفين، دي لحمة مش صغيرة، دي لحمة كبيرة، بس والله فعلا بيديني قطعية كده في العجل، يعني فعلا ما بتاخدش سوا كأنها صغيرة. بس طبعا هو على كل كيلو بيدينا ايه، 100 جرام، اللي هي اسمها ضرة. لو في حد يعرفها، انا بعرفها بالاسم ده بصراحة، بس معرفش هل انتوا نفس الاسم ولا لا. فبصوا انا جبت 3 كيلو، 3 كيلو بصوا، فكل كيلو بيحط عليه ايه، القطعة دي يعني بتبقى 100 جرام. تمام، فهو اداني 3 قطع طبعا مع كل كيلو، لان انا جبت كل كيلو لوحده، بس انا ايه يعني فضيتهم في الطبق ده، لان انا بعد كده هقسمهم في اكياس على حسب يعني إيه، على حسب الافراد، عدد افرادنا يعني، بعبيهم ايه في اكياس. فهنا كيلو اللحمه ده كان ب 250 جنيه، فانا جبت 3 كيلو لحمه من البلدي من عند الجزار. طب ايه الحاجات التانية يا ام يوسف اللي انت اول مره تجيبيها وعايزه تجربي وتشوفي بقى زي الناس ما بتاخد، لان في ناس كتير بتشكر فيها وانت نفسك عارفه الراجل يعني؟ بصوا ده يا جماعه سجق، ماشي؟ بصوا اهو، ده بيبقى هو الطبق كده، الطبق مش نص كيلو، هو الطبق بيبقى 400 جرام، يعني ما بيبقاش نص كيلو صافي. وهنا برضو اللحمه المفرومه بتاعته ما بتبقاش نص كيلو صافي، بتبقى 400 جرام. الكبده دي هي اللي نص كيلو صافي، ماشي؟ والكبده الشرايح برضو نص كيلو صافي، وده بيبقى كيلو صافي، ده لحمه حواوشي. ودي كفته من ضمن برضو اللي انا كنت يعني عايزه اجربها، يعني اشوفها فعلا. هو بيقول لي وباقسم بالله ان هو فعلا داخلها لحمه، مش زي محلات تانية بيعملوا فيها يعني ايه، رز والبصل والخضره وخلاص على كده. لا هو بيقسم لي بالله ان هي فعلا داخلها لحمه، فانا ماليش دعوه بقسمه، انا هجربها واشوف فعلا حلوه ولا لا. ودي كفته برضو. تمام، فالحاجات دي انا جبتها من عنده الشهر ده، وقلت له انا هجرب، ولو الحاجات عجبتني هبقى اجيب منها تاني يعني. تمام، دلوقتي هو عنده طبق اللحمه ده ب45 جنيه، ده 400 جرام، مش مش نص كيلو نص كيلو يعني، لا ده 400 جرام. تمام، فال400 جرام عنده عامله كام؟ 45 جنيه. انا نفسي مستغربه، والله مستغربه، وهو قال لي حطيها على الميزان هتلاقيها 400 جرام. فانا مستغربه بصراحه ربنا، بس طبعا مش مستغربه قوي، لان دي برضو اكيد بتبقى لحمه مستورد، هو طبعا عمره ما هيديها لك بلدي. تمام، بس بيقول لي في يعني نزول في الاسعار، لان انا فعلا طبعا احنا لاحظنا في اللحمه البلدي لا فيها نزول، كانت اللحمه الكبيره عامله 300، واللحمه الصغيره كانت عامله 400 جنيه، ففعلا في نزول في البلد. ده بقى برضو بصوا، ده 400 جرام برضو،
تمام. ده عامل 40 جنيه الطبق الواحد، يعني بصوا ده طبق واحد اهو، وده طبقين، فانا جبت منه 3. ماشي. الطبق على 40 جنيه، واللحمه المفرومه الطبق على 45 جنيه. هنا بقى دي كبده عصافير اللي هي متقطعه حتت صغننه، ودي كبده شرايح اللي احنا بنعملها بالرده. تمام. هنا الطبق عامل 75 جنيه، عامل 75 جنيه الطبق الواحد. هنا الكفته دي عامله 60 جنيه. ماشي. واللهم بارك، كميه حلوه يعني. تمام. الكفته دي عامله 75. كفته ام رز عامله 75، ولحمه الحواوشي عامله 80 جنيه. تمام. هو مش عارفه ازاي يعني دي ب 75 ودي 80، بس هو دي اسعار. تمام. فانا نزلت بالألف ونص. ماشي. جبت الحاجات دي كلها، انتوا لو حسبتوها كده هتلاقوني انا جبت الحاجات دي ب 535 جنيه. تمام. هو خد مني 535، اديته 600، اداني 65 جنيه. واللحمه دي طبعا احنا جايبينها بكام؟ 250 في 3 750 جنيه. ماشي. يبقى 750 فاضل بقى من الألف ونص التاني 750 برضو. انا جبت من هنا ب 535. فالباقي اللي معايا انا عارفه طبعا هم مش هيكفوا حاجه طبعا، بس انا قلت مثلا ايه، يا اجيب بيهم 4 وراك. تمام. فهيبقى حلو يعني، هنقضي الشهر بتاعنا طبعا. بسم الله ما شاء الله، شفتوا الكميه قد ايه. تمام. ومع اللحمه اللهم بارك 3 كيلو برضو حلوين قوي قوي. ماشي. فممكن اجيب 4 اوراق، او ممكن اجيب بيهم بانيه، على حسب بقى ايه ما انا لسه. بس انا طبعا مش هجيب كبده وقوانص، لان في هنا كبده، في هنا طبعا سجق. فلا يعني مره هنعمل دي بالرده، مره دي كبده اسكندراني، مره سجق برضو بالفلفل الالوان والبصل. هنا دول انا جايباهم عشان هعمل بيهم صينيتين بشاميل يعني. تمام. الحواوشي طبعا مع طبق سلطه حلو كده وطبق طحينه هيظبط. هنا الكفته طبعا دي بنعملها بصلصه. هنا دي قال لي بصي ما بتاخدش حاجه، انت حطيها بس على في مش في طاجن، في طاسه يعني كده، وقال لي دخليها الفرن. عارفين انتوا الصينيه دي اللي هي بتبقى بتاعه الفرن نفسها يعني. قال لي ما بتاخدش وقت يعني، ما فيش 10 دقايق في الفرن تبقى طعمها جميل. قال لي ما تحطلهاش اي حاجه، هي متصبعه كده، رصيها بس ودخليها 10 دقايق بالظبط في الفرن. تمام. فانا طبعا الحاجات دي جديده عليا، فانا لسه هستعملها وهجربها، وهقول لكم برضو اذا كانت المصنعات دي كويسه زي ما في ناس بتقول ولا لا، لان انتوا عارفين انا بما يرضي الله بقول كل حاجه. فهي دي كانت مشترياتي، وهي دي كانت ميزانيتي. زي ما قلت لكم انا بنزل بألف ونص، بجيب بهم لحوم وحاجات، والألف ونص التانيين بيبقوا في الكيس معايا. ما بنزلش بصراحه كل اسبوع اجيب حاجه، لا انا بخليهم معايا واكل يومي بيومي كده بطلع، والدنيا بتمشي والحمد لله. في شهور ما بنزلش اجيب بيهم، يعني مثلا بيحصل ظرف ولا اي حاجه ما بنزلش، وبخلي ايه ال100 جنيه بسحبها كل يوم. ببقى عارفه انا بجيب ايه، وببقى عارفه انا بعمل ايه، وبرده بمشي بيها وبخزن منها والله. بس مش هكدب عليكم، ما بتبقاش طبعا مليانه لحوم زي كده، لان ال100 جنيه طبعا عمرها ما هتجيب كميات كبيره زي كده. بس فهي دي ميزانيتي. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب لو وصلت الفيديو لغايه كده متنسيش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان تتابعيني على طول. وخدي كده ادخلي شوفي فكره، ويا رب القناه بتاعتي تعجبك، ويا رب يا رب كده يعني تقفوا جنبي عشان اكمل الشروط، لان انا بجد بجد محتاجه ان انا مشاهدات. اللايك يا جماعه والله ما بياخدش منكم حاجه، بس بيرفع الفيديو ان ناس كتير تشوفه. ويا رب يا رب كده يعني ابقى عند حسن ظنكم. يا رب القناه بتاعتي تعجبكم وتساعدوني بقى عشان اكمل الشروط. ويا رب يوفق الجميع ويسترها معانا ويجعلها سنه جديده. وطبعا 1/1 بدايه 2025 انا حاسه ان هي سنه ان شاء الله ان شاء الله جميله جدا، لان اول يوم فيها هو اول رجب، ودي الايام اللي احنا برضو بنصوم فيها. وطبعا احنا المفروض اصلا طول السنه بنصوم اثنين وخميس، ومفروض بنصلي، بس بتحسي بالايام دي ببهجه بقى، يعني ايام دي كده بتحسي ان هي مبروكه. فان شاء الله خير يا رب، ويجعلها سنه سعيده على كل الناس، ويمنع عننا الامراض كلها، ويبعد عننا الناس الوحشه اللي عايزين يخربوا البلد يا رب العالمين. ودايما منصورين في كل مكان. واقدر اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.